عمرك حسيت إنك بتتعب كتير بس مفيش نتيجة؟ دينا كانت خلاص هتسيب كل حاجة، بس أميرة سألتها سؤال واحد خلاها تفكر بشكل مختلف. دينا وأميرة قاعدين على ترابيزة صغيرة جنب الشباك، كل واحدة فتحت اللانش بوكس بتاعها، بس دينا باصة في سندوتش البيض وكأنها مش طايقاه. أميرة بضحكة: مالك؟ البيض زعلك؟ دينا بتنهيدة: أنا مش زعلانة من البيض، أنا زعلانة إني بدأت أروح الجيم وبتعب وبتوجع، وكل ده ولسه مش شايفة أي فرق. أميرة: فاكرة لما قرينا في فن اللامبالاة الكاتب قالك السؤال مش أنت عايز إيه، السؤال الحقيقي أنت مستعد تتعب علشان إيه؟ دينا مستغربة: يعني إيه؟ أميرة: يعني كل الناس بتحلم بحياة أحسن، بس مش كلهم مستعدين يشتغلوا عليها. أنت اخترتي تروحي الجيم، يعني اخترتي التعب ده بنفسك، وده اللي بيفرق. دينا ببطء: يعني لو أنا اللي اخترت التعب يبقى ما بقاش ضحية؟ أميرة: بالظبط، التعب مش دايما وحش، بس بيبقى مرهق جدا لو أنت مش شايفة له معنى. دينا خدت قضمة من الساندوتش وضحكت: ما هو الجيم زي البيض كده، مش طيب قوي بس مفيد. وانت كمان يا صاحبي الجميل، قولي كده، ايه التعب اللي انت مستعد تتحمله؟ ويا ترى بيتعبك ولا بيبنيلك؟ يلا بينا يا صاحبي الجميل، واستناني في الحلقة الجاية لما نكتشف سوا انك ممكن تتحكم في دماغك أكتر ما تتخيل.